في يوم 6/7 سنة 1934 قبل ساعتين من طلوع الفجر اتجمع عدد كبير من سكان مدينة طهران الإيرانية في ميدان اسمه ميدان سبع اللي مكانه قدام مديرية شرطة طهران. اتملى الشارع بالستات والرجالة اللي كانوا بيتسابقوا انهم يوصلوا لأقرب مكان من منصة الإعدام عشان يشوفوا اللي هيحصل على المنصة، لأن ظهر خبر قبل يوم في الجرايد ان المجرم اللي رعب طهران وبغداد هيتحكم عليه بالإعدام بتهمة قتل 8 أشخاص في أقل من 3 شهور، وبكده بقى أول قاتل متسلسل إيراني تمت محاكمته واتحاكم عليه في دولة إيران. ولكن مين الشخص ده ومنين جه وإيه اللي دفعه عشان يقتل أكتر من 33 شخص في دولتين مختلفتين؟ يا ريت بعد ما تتفرجوا على الحلقة عايز أعرف رأيكم في المجرم ده، فتعالوا معايا وهنعرف هو مين ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. السفاح اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه علي اصغر بورجردي. اتولد سنة 1893 في مدينة بورجرد اللي مكانها غرب ايران، من عيلة ليها سوابق في الاجرام. كان جده اسمه زلفعلي، قاطع طريق بيسرق ويهاجم المسافرين وبيقتل اي حد. وكمان ابوه علي مرازة ورث المهنة من ابوه وكان معروف وقتها، واتهموه بقتل اكتر من 40 شخص. وبسبب مطاردته من السلطات قرر انه يهرب للعراق، ولكنه اتقتل في الطريق على ايد رجالة الخيالة الحكومية. اما مراته وعياله فقدروا انهم يهربوا ويعبروا الحدود واستقروا في مدينة بغداد في العراق. واتحكى ان علي اصغر ما كانش يعرف ابوه مين وما كانش عنده علم بالسجل الاجرامي للعيلة، لان والدته عرفته ان ابوه كان جندي واتقتل في الحرب. وده ليه؟ لان والدته كانت عاوزاه يبعد عن ماضي العيله الموبوء بالدم والقتل، لكن الام ما كانتش تعرف ان ابنها هيبقى شر خلف لشر سلف، وهيكون اول قاتل متسلسل ايراني، وكانه ورث جينات الجريمه من العيله. شخصيه علي الاصغر كانت مثيره للاهتمام لان ميوله الاجراميه اتطورت مع مرور الوقت. وعشان نفهم شخصيته وايه الدافع للقتل ممكن نقسم حياته ل3 مراحل، وده حسب نوع الجرائم اللي ارتكبها. أول مرحلة الانحراف. في بغداد سنة 1918 في الوقت ده بالظبط كان القاتل بينتشر في شوارعها وبيرتكب جرائم القتل. وبالكلام عن طفولته مفيش حاجة ما عدا اللي هو ذكره بنفسه في التحقيقات معاه، ولكن المعروف ان كان ليه اخين واخت بنت واحدة، وان العيلة لما استقرت في العراق وقام اخوه الكبير وافتتح مقهى في بغداد. وبدأ علي اصغر بالشغل في سن صغيرة في قهوة اخوه، وبعدها بفترة ساب الشغل مع اخوه واشتغل بياع متجول بيبيع المكسرات والحيوانات في الشوارع. وكانت ديت اول مراحل في شخصيته الاجرامية، واللي اتكلم عنها وقال لما كنت بشتغل في المقهى وكمان بحكم شغل بياع متجول في الشوارع اتعرفت على عدد كبير من الاطفال والمراهقين واختلطت بيهم، وبقى عندي ميول مثلية الجنسية يعني. وكنت بصرف كل الفلوس اللي بكسبها من شغلي على الأطفال والمراهقين. كنت بديهم الفلوس والحلويات واخدعهم واخدهم لأماكن معزولة واعتدي عليهم، وبعد كده بسيبهم لحالهم لحد ما اشتكى حد من الضحايا للشرطة، فقبضوا عليا لما كان عندي 14 سنة. ولكن عشان صغر سني ما اعتبرونيش تهديد للمجتمع واطلقوا سراحي بموافقة اهل الضحية. لكن ده موقفنيش وبدأت تاني من جديد، لكن المرة ديت اعتديت على 5 اطفال تم القبض عليا وخدت 9 سنين في السجن. ولما اطلقوا سراحي قلت لاخويا انا عايز اتجوز وابعد عن المثلية واعيش حياة طبيعية، لكنه ما كانش مهتم لكلامي وما خدش كلامي بجدية. عشان كده رجعت للعادة القديمة وسلوكي مع الاطفال. وفي ليلة كنت مع 5 من اصحابي وخدعنا ولد صغير واعتدينا عليه، فاتحكم عليا ب2 سنين قضيتها في السجن.
ولما اطلقوا سراحي حطوني تحت المراقبة، وكانوا بيحذروا عليا الخروج بالليل، وكانوا بيمروا كل ليلة على البيت عشان يتأكدوا اني موجود في البيت. المرحلة التانية اتحول لقاتل. في المرحلة ديت عرف القاتل انه لو استمر في نفس الطريق فهو كده هيقضي حياته كلها في السجون. عشان كده قرر من وقتها ان مش هيخلي حد من ضحاياه يفضل عايش. وزي ما قال كنت في سن ال27 سنة وقضيت 11 سنة منها في السجن، وما كنتش عايز ارجع السجن تاني. عشان كده صممت ان اقتل اي ضحية عشان ما يتكشفش امري. وبالطريقة ديت كنت بخدع القاصرين واخدهم لاماكن معزولة بره بغداد، واعتدي عليهم واقتلهم وافصل الراس عن الجسم، وكنت ادفن جزء منهم وجزء تاني ارميه في نهر دجلة. وكنت حريص اني ما اسيبش ورايا اي دليل عليا. وبالطريقة ديت قتلت حوالي 25 قاصر وما اتكشفش امري لحد دلوقتي، لحد ما قتلت اخر ضحية وكان طفل من بيت في نفس المنطقة اللي كنت بسكن فيها. بعد ما اتعديت عليه قتلته، لكن شافني طفل من الجيران فخفت ان يبلغ الشرطة عني، فسبت الجثة على حالها في نفس المكان وهربت. ومشيت شهر ونص على رجلي لحد ما عبرت الحدود لإيران، ووصلت لمسقط رأسي مدينة بروجارد. هناك لقيت دعم ومساعدة قرايبي واستخبيت في بيت خالتي، لكن مليت من العيشة هناك فقررت سرقة مجوهرات خالتي وهربت. وفي محاولة بيع المجوهرات قبضت الشرطة عليا، وبعد كده اطلقوا سراحي بموافقة ابن خالتي. انا مش عارف هو ايه اي ضحية في ايران يعمل موافقة يسيبوا الجاني؟ ايه القانون ده؟ المهم ولقيت نفسي من غير شغل ولا مأوى من جديد، فقررت اسافر لطهران. المرحلة الثالثة التلذذ بالقتل. وصل القاتل لطهران وقعد في نزل هو مكان بيستقبلوا فيه الوافدين، وبدأ الشغل بياع متجول، وبسرعة راودته أفكار القتل من جديد. وقعدته في النزل ساعده عشان يلاقي ضحاياه من بين القاصرين اللي كانوا بيلجأوا لطهران عشان يدوروا على شغل ويكسبوا فلوس عشان يساعدوا أهلهم اللي بيسكنوا في مناطق ريفية. وكان بيختار ضحاياه بعناية عشان محدش يلاحظ إن هم اختفوا. وفي فترة 3 شهور قتل 8 منهم، ودفن الجثث في منطقة شاترخان جنوب طهران. وبدأ يشرح تفاصيل أول جريمة ليه في طهران، وقال قعدت في النزل وبدأت أتعرف على القاصرين، وكنت بشتري ليهم هدوم وأكل. وأول واحد قتلته كان مراهق عنده 13 سنة. شفته كذا مرة في مسجد شاه واديته فلوس كم مرة عشان أغريه، وخدته لمنطقة شاترخان وهناك ضربته بكل قوته على وشه واغمى عليه واعتديت عليه. وفكرت في نفسي انه لو فاق وسبته يمشي اكيد هيشتكي، وهنا قررت اني اقتله. فضربته مرة تانية بكل قوتي على بطنه عشان اتأكد انه اغمى عليه، ولكن وانا بقطع راسه فاق وفضل يبكي ويتوسل اني ما اقتلوش، ولكن نهيت حياته ودفنته في نفس المكان. اما الضحية التانية فكان بعد 4 ايام من الضحية الاولى. كنت في نفس المسجد. انا مش عارف الزبالة ده بيدخل الجامع عشان يصطاد منه فريسته، حاجة تقرف. وقال شفت مراهق ليه بشرة فاتحة، فسألته يجي يمشي معايا وهديله فلوس وهشتري له لبس جديد لان هدومه كانت مقطعة وقديمة. فوافق وسبقته لباب المسجد وكان بيمشي من ورايا، ولما خرجت بتلفت ورايا شفته بيهرب بعيد. وفي اليوم اللي بعده شفته في السوق فمسكته واعطيته فلوس كتير عشان يرضى يمشي معايا، واشتريت لي لبس جديد وخدعته واستدرجته لمنطقة شاترخان، وهناك اعتديت عليه. وبعد ما خلصت طلب فلوس اكتر وبدأنا نتخانق ورفع صوته، رحت ضربته على بطنه لحد ما اغمى عليه، وجردته من هدومه ومسكته من شعره وفصلت راسه عن جسمه، ودفنت جثته جنب جثة الولد الاولاني. وبعد كده رجعت للمدينة، وفي الطريق بعت هدومه الجديدة لعابر سبيل كان ماشي. وعلى حسب التقارير الصحفية في الجرايد الإيرانية وقتها قالت إن علي أصغر كان هادي جدا وهم بيحققوا معاه، وكان بيوصف تفاصيل القتل بكل بساطة وكأنه مش بيتكلم عن قتل بشر. وتعالوا نشوف وصفه وهو بيقتل حد من ضحاياه. بيقول جرته من شعره لحد المكان المحدد وعضيت ودنه فنزل منها الدم فشربته، وما قدرش انه يصرخ وكان بيطلع انين
بعدها فصلت راسه عن جسمه ورفعته وبصيت في عينيه وغرست سكينة في عينه وخرج منها المية. وبعد ما خرج كل الدم من الجثة كنت عايز اكل من لحمه. وهنا نشوف انه اتحول من معتدي ومغتصب بيقتل عشان يخفي اثار جرايمه لقاتل سادي بيستمتع بالقتل والتمثيل بالجثث وشرب الدم، لحد ما وصلت انه كان عايز ياكل لحم ضحاياه. وفي شهر 12 سنة 1933 شاف مراهق في جنوب طهران جثة صبي، فجري بسرعة لمركز الشرطة في مدينة نجف أباد وبلغهم، وده خلاهم يكتشفوا جثة الطفل وجثتين تاني كلهم كانوا تحت سن 20. وفي يوم 23 فبراير وفي أقل من شهرين اكتشفوا جمجمة شاب تاني في مدينة لالا بارك، ولكن ملقوش جثته. وبعدها ب5 أيام اكتشفوا كمان جثة راجل بيبلغ من العمر 31 سنة في مقاطعة أمين باد في نفس المنطقة. ده عمل مناخ من الخوف والرعب في مدينة طهران، وبدأت الشرطة والقضاء يكثفوا في شغلهم عشان يلاقوا حاجة تدلهم عن القاتل. وفي يوم الخميس 10 مارس سنة 1933 اتفاجئ شرطي براجل في منتصف العمر بيتمشى قريب من منطقة شطرة خان، فوقفه عشان يستفسر عن هويته ووظيفته. فرد عليه علي أصغر انه بيبيع حلويات، وما شكش الشرطي فيه في البداية، لكن بالفحص والتفتيش لاحظ ان معاه سكينة وهدوم متلطخة بالدم، وادعى الراجل ان اشترى الهدوم ديت من السوق جنب ضريح شيخ عبد العظيم، وان الحاجات الباقية كانت ادواته. وما اقتنعش الشرطي برده واعتقل البياع وهو علي أصغر وخدوا المركز شرطة طهران. وراح المحققين لمكان اقامته في النزل واستجوبوا الجيران اللي قالوا انه امبارح كان معاه صبي نام في اوضه أصغر، ولما سالوه عنه قال لهم ان اخوه، وكان وصف الجيران للهدوم اللي كان بيلبسها الصبي مطابقه للهدوم اللي لقوها مع علي أصغر وهي متلطخه بالدم. وبعد كام يوم من التحقيق المشدد في مركز الشرطه اعترف المجرم بجرائمه كلها في العراق وايران، لكنه ما كانش عنده اي لحظه ندم، وكان بيقول انا قتلت الاشخاص دول لانهم مجهولين الهويه وهم خطر على المجتمع، لانهم لما يوصلوا لسن البلوغ هيبداوا بالسرقه، وانا خدمت المجتمع واتخلصت منهم. وفي اليوم المقرر يوم 6 شهر 7 سنة 1934 خدوا أصغر عشان ينفذوا فيه حكم الإعدام، وهو لحد اللحظة ديت ما عندوش لحظة ندم ولا ظهر شعور بالذنب لأي حاجة عملها. واتقال إن آخر طلب ليه كان إن هو يشوف أمه وخاله، وأطرف حاجة إنه قال إنه نظر ندر إنه يذبح خروفين لله لو نجي من الإعدام، وكان مش في دماغه أي حاجة بتجري حواليه، وكأنهم واخدينه في نزهة أو فسحة مش عشان يقدموه. لما قرب من منصة الإعدام وشاف الحبل وشاف الناس الكتير اللي منتظرة إعدامه بدأ يخاف، لكن بعد فوات الأوان، لأن الندم مش هينفعه في اللحظة ديت. ولما كانوا بيلفوا الحبل حوالينه وحوالين رقبته صرخ وقال أنا قتلت الأطفال المشردين مجهولين النسب، أنتوا بتقتلوني عشان كده؟ وعلي أصغر شكله ما كانش في كامل قواه العقلية، لأنه لحد آخر لحظة في حياته حاسس إنه ما عملش أي غلط، كأنه دبح خرفان مش بشر. لكن ربنا يمهل ولا يهمل، وزي ما قطع أعناق الأطفال الأبرياء هنا قطع الحبل عنقه وبعته لجهنم وبئس المصير. وبكده شاف الناس نهاية المجرم اللي راعب دولتين وخد لقب أول قاتل متسلسل في إيران. وديت كانت قصتنا عن سفاح إيران، وعاوز أعرف رأيكم في المجرم ده ومستني تعليقاتكم على الحلقة. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.